عملت بقى 3 انواع كفتة من غير ما استخدم ولا فتفوتة لحمة. جبت ربع كيلو من العدس بجبة، نقعته مدة 24 ساعة، وبعدين حطيت عليه عود من الكزبرة، حطيت عليه معلقة من هريسة الفلفل، وحطيت ملح وفلفل وقرنفل وبهارات 7. حطيت كل الحاجات دي في الكبة وضربتها في الخلاط. تمام. بعد كده بنعمهم كويس جدا. بعد كده بحط عليها حوالي 2 أو 3 من البقسماط على حسب العجينة ما تتماسك في ايديكم. طبعا بحط كمان معاها بصلاية صغيرة خالص، ما تحطوش بصل كتير عشان ما تبقاش فيها كمية مية. قسمت الخليط ده ل3 أقسام. هعمل جزء داوود باشا وجزء زي كفتة الرز، والجزء الباقي هعملها محمرة وهولع لها قطعة من الفحم. دلوقتي انا بكور اهو، دي بتاعت اللي هي داوود باشا، ودي اللي هعملها زي كفتة الرز. هي كفتة الرز واللي هعملها بالفحم هتبقى نفس الحكاية، هعملها صوابع. تمام. تعالوا بقى ندخل المطبخ علشان نبدأ نجهز الصوصات اللي احنا هنحط فيها الكفتة. اهم حاجة في القصة دي ان احنا نحمر الكفتة كويس جدا. تاني حاجة ما ننزلهاش في الصوصات غير وقت الاكل. قبل الاكل ب5 دقايق هغرف، وانا هغرف الاكل بنزلها في الصوص تاخد غلوة واحدة، وبعد كده بطلعها زي ما انتوا شايفين. طبعا هتقولوا لي دي هتاخد زيت كتير عشان هنحمر خالص. يعني انا خدت كوباية زيت واحدة قليت فيها الكمية دي كلها، وفضل منها وعملت منها كمان الصوصات، وفضل منها 2 معلقة عملت فيهم شوية رز بالشعرية. يعني شوفوا بقى انا عملت كذا حاجة بكوباية الزيت الواحدة. هنا في داوود باشا دبلت بصلاية. تمام. ونزلت عليها بطماطمايه مبشورة ومعلقة صلصة، ونزلت عليها بالترانشات من الفلفل، اللي بيحبها سبايسي خلي الفلفل حامي، ونزلت عليها بكوباية شوربة وسبتها تتسبك شوية. دلوقتي انا بحمر الكفتة الصوابع اللي هي تتعمل بطعم الفحم، واللي هتبقى زي كفتة الرز. هنا لما الصوص اتسبك اهو نزلت فيه داوود باشا. هعمل الصوص بتاع كفتة الرز. حمرت فصين من الثوم، نزلت عليهم بطماطمية مبشورة ومعلقة صلصة، ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشوية من البهارات 7. وهنزل عليهم برضو بكوباية شوربة واسيبها تاخد غلوة تتسبك خفيف. وبعد كده وقت الاكل قبل مغرب ب5 دقايق بنزل الكفتة بتاعتي في الصوص. هنا بعد ما غرفت، طبعا دي مش الكمية كلها، خلاص انا غرفت اهو. دي داوود باشا، بصوا من جوه وكأنها كفتة لحمة. ودي كفتة الرز، تحفة تحفة تحفة. ودي الكفتة اللي عملتها بطعم الفحم. يلا جربوها وان شاء الله تعجبكم. صحتين وهنا.